الجزائري تقول له هذا لحم خنزير تاكل؟ يقول لك واش الشيخ رشيد راك تشوف فيه انا يهودي انا ناكل خنزير؟ ايه ما شاء الله ما شاء الله. وتجي لواحد الجزائري تقول له هذه قاروره تاع خمر تشرب؟ يقول واش انا راك تشوف فيها نصراني خارج من المله تعطيني الشراب؟ علاه؟ يقول لك الخنزير حرام. الله يبارك. والخمر حرام. اي ما شاء الله تبارك الله. ويسقسيك على الشرقه تاع الماء كي يكون يتوضا يقول لك راني صايم وحصلت الشرقه هذيك هنا تاع القطره تاع الماء، صيامي صحيح ولا صيامي باطل ولا؟ والعوره تاع اخوك المسلم اللي راك تاكل فيها ولحمه اللي راك تاكل فيه حلال يجوز. ما لكم كيف تحكمون؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ فاتوا بكتابكم وإن كنتم صادقين. الخنزير حرام، والخمر حرام، وعورة المسلمين ولحوم المسلمين وأعراض المسلمين حلال. ولهذا من الآخر قليل من سلمه الله في هذا الأمر، تلقاه ماسك لسانه ويقول لك خويا تبدلوا الساعة والحديث ولا النوض. علاش؟ خاطش كي تكون قاعد وتسمع هاك تجيب لنا واحد الحجة تقول لك أنا ما تكلمتش، لكن تعرفش القرآن الكريم يقول إنكم إذا مثلهم. الجميع اللي قاعد ويسمع كيما اللي راه يتكلم.